بعد القرار الأخير بوقف بطاقات مسبقة الدفع للعمل أونلاين زي نكستا وتيلدا وكليفر، بصراحة أنا من ساعات بسيطة جدا كنت فاكر إن القرار ده خاص بس ببطاقات الشركات، فطبعا أنا اعتمدت على كده إن بطاقات اللي هي زي مثلا فيزا الأهلي مسبقة الدفع وفيزا سي أي بي تشارج أند جو، الحاجات بتاعة البنوك مسبقة الدفع دي لسه شغالة، والمشكلة في بطاقات الشركات. لكن اتفاجئت شوية إن كان عليا مديونية على حسابي الإعلاني بتاع الفيسبوك، وبعد كده جاي بفتح الحساب الاعلاني لقيته متعلق بسبب ان الفلوس ما اتسحبتش من الفيزا. طبعا انا رابط الحساب ده بفيزا البنك الاهلي مسبقه الدفع والحساب الاعلاني بعمله الجنيه، فجيت فتحت لقيته انه مش عارف يسحب فلوس من الفيزا بتاعه البنك الاهلي مسبقه الدفع، وهي فيها مبلغ اكبر بكتير من اللي المفروض يتسحب منها. حاولت ان انا اعمل المعامله دي يدويا ما يبقاش اوتوماتيكيا من عن طريق الفيسبوك، برضه رفض. اضطريت بقى ان انا اجرب فيزا ديبت عشان الحق حسابي الاعلاني في الفيسبوك، بس طبعا ده اداني اشاره خطيره جدا ان حتى بطاقه الاهلي مسبقه الدفع للاسف وقفت للتعامل الدولي، على الرغم ان انا عامل عمله الحساب الاعلاني بتاع الفيسبوك بالجنيه. حتى لو مش بيسحب بالدولار هو بيسحب بالجنيه، لكن هو اتعامل معاه ان هو موقع دولي، وبالتالي وقف المعاملات الدوليه على فيزا البنك الاهلي مسبقه الدفع. اي حد هيطلع يقول ان حصل معاه غير كده دي تجربتي وكانت من لحظات بسيطه. انا بصراحه مش عارف الفتره الجايه هم ناويين بقى يقللوا الليميت ولا هيلغوه خالص وهيكتفوا ببطاقات الديبت والكريدت كارد. بس كل اللي اقدر اقوله لكم دلوقتي ان حاولوا تفتحوا حسابات بنكيه عشان يكون معاك بطاقه تقدر تشتغل بيها اونلاين. وايزي باي ويلا باي ما يعتمدش عليهم بشكل كامل لان كلهم مشاكل في التعامل اونلاين، وانا عملت لكم كذا فيديو هنا على القناه عن مشاكلهم. ان شاء الله الفتره الجايه ناوي اعمل لكم مقارنات بين افضل حسابات بنكيه هنا في مصر تقدر تشتغل عليها، سواء بقى حسابات شباب او حسابات اكبر من 25 سنه، بحيث ان انت تعرف بقى المقارنه في ليميتات الحسابات دي وازاي تتعامل بيها دوليا وايه افضل حساب وشروطه والكلام ده، عشان اتطلب مني اكتر من مره. اتمنى الخير والتوفيق للجميع. شكرا جدا يا جماعه على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.